عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. في الصيف هذايا شوية حرارة، عملنا شوية هكا ديتوكس ما يخطرش على البال. أول حاجة باش نعملها هي باش ناخد ماكينة سنتريفيجوز متاعي ونحط فيها كعبة بروكلو باش نقسمها على عدة أجزاء كما شفتوا هنا. هيك كعبة بروكلو، ديتوكس للصيف، ديتوكس لكل شيء، نظافة للبدن ونظافة لكل شيء، وتريح وتقنع وتعمل برشا حاجات يعني باهية في الصحة. كما تشوفوا هكا باش ناخذ الماكينه نتاعي ونرحي بشوي بشوي، خاطر ما تستحملش الماكينه باش نحط فيها يعني قطعه كبيره، دونك باش نحط قطعه صغيره بشوي بشوي. بعد نحصل على عصير. العصير هذا فيه برشا فوائد نتاع الكرنب، تنجم تدخلوا على جوجل وتشوفوا شنو هي الفوائد نتاعو. راهي فوائد جمة، راهي ما نجمش نحكي لكم قداش عنده فوائد صحيه على البدن وعلى كل شيء. دونك جربوها الوصفة وما تندموش. وحتى إذا كان ما عندكمش سنتريفيجوز نجموا تعملوا بطريقة أخرى، طيبوا شوية دوبليش هكا 3 دقائق البروكلو باش ما يكسرلكمش الماكينة، وتحطوه في ماكينة عصران تاع المولينكس ولا البلندر. لكن يجي حبيباته يعني شوية ظاهرين، لكن سنتريفيجوز تصفي، تخلي القشرة لداخل وتخلي الليكيد هو اللي يخرج لك لبرا. هذيك علاش إذا كان مثلا إن شاء الله تبدا عندكم يعني شويه ميزانيه، اشريوها سنتريفيجوز وتعمل لكم برشا حاجات. راهي هي اللي تعمل السفناريا، تعمل البرتقال، تعمل برشا حاجات اخرين اللي هما القشره نتاعهم تكون صلبه شوي. دونك ما فيها باس كان واحد مثلا يجمع برشا يعني على جنب ويعمل يعني وحيدها كيف هكا وتريحوا يعني في برشا حاجات هكا. العصير نتاعها نتاع البروكلو هي راهي كعبه كامله، اما تعطيني كاس مثلا او نص كعبه تعطيني كاس، على خاطر انا باش نتحصل كان على العصير. دونك لي ديشي نتاع القشره كلها باش يقعدوا في الماكينه هذيك. اما ما نحكي لكمش كي تشربوه راهو بنين، ماهوش خايب، ماهوش مر، ماهوش معناتها ما يتاكلش او ما يتشربش، لا راهو بنين برشا برشا برشا. جربوه ما تندموش. انا جربته بصراحه يعمل ديتوكس للبدن روعه 100% كما يقولوها. هذه كان العصير الصيف نتاعي بتاع الديتوكس. فيه برشا منافع، وتنجموا تدخلوا كما قلت لكم على الشرح نتاع البروكلي شنو هي الفوائد نتاعو، شنو هي الماء نتاعو، شنو الفوائد، وتستمتعوا بالفوائد الجمة اللي موجودة فيه. واحنا في هالصيف والحرارة هذه نحتاج الى برشا عصائر، برشا ماء، برشا ديتوكس باش البدن يتحمل الحرارة ذيك ويتقوى ويكون يعني مش مريض. كما انا توا صوتي باح على خاطر ثم حاجات يعني كنت يعني تعبة شوية، وهذاك علاش ما هبطش يعني فيديوهات لمدة يمكن 4 أسابيع، وانا على الاقل اسبوعين 3 مانيش قد بعض. المهم اوكا كما قلت لكم الوصفة هاي قدامكم سهلة ماهلة، جربوها ما تندموش. مع الوصفة ذي متاع الديتوكس متاع العصير هذايا متاع الكرنب عملت سليطة هكايا يعني سهلة برشا، تشوفوها بعد شوية. اما بصراحة في الصيف هذا ياسر سخانة، ياسر حرارة مرتفعة، الواحد ما عادش يحب ياكل يعني الاكلات الدسمة، وماذا بيه يبتعد زاد حتى على الحاجات الدسمة، ياكل حاجات خفيفة هكا على الروح وخفيفة على المعدة وخفيفة على القلب، على خاطر الانسان يتعب وما ينجمش يطاوق يعني ياكل حاجة سخونة برشا ولا فيها هكا شوية دسامة. كما قلت لكم ماذا بيه هكا حاجات خفيف تليق بالصيف. حتى في الليل واحد يعمل سليطة ويعمل حاجة هكا خفيفة وهذاك هو يزي، او شوية غلة ياكلها. حتى الغلة تاكلوها قبل الاكل، راهي منصوحة برشا باش تكون الغلة قبل الاكل، باش السيستم تاع الديجستيف يكون سلامات ويهضم مليح مليح. هذا هو. والسليطة هذه عملتها يعني بمكونات بسيطة جدا كما تشوف، يعني خس ليتو وطماطم هكا، خاص ليتو وطماطم، عملت فيها شوية زيتون من اللي انا ملحته هيك، قصيتهم كيكه تروف تروف كما شفتوا، قصيتهم كيكه تروف تروف. وحتى التتبيل تنجموا تتبلوا يعني البرة في صحيفه هكايا وتحطوا من الزيتون نتاعكم اللي تملحوه نتاع الدار، من صحكم زاده خاطر الزيتون نتاع البرة فيه وعليه. احسن تاخذوا الزيتون اللي كنتوا تملحوه يعني في الدار وتحطوه احسن لكم. وماذا بيه يكون مش برشا ملح زيت، خاطر الملح حتى هو يعمل ريتونسيون دو ويطلع يعني ينفخ الواحد يعني مش باهي. ماذا بينا نقصوا الاملاح ونحيوا السكر، خاطر السكر ما فيش حتى فايده للبدن. وهذا هو نعمل انا شيء هذايا ملح البحر كما شفتوني، عملت رشه ملح البحر وخل
علاش ملح رشة الملح البحر فيه فوائد، وخاطر جميع اللي معايا مش باش يوافقوا لي على انه يكون مسوس يعني بالكدا بالكدا. الرشه نتاع زيت الزيتونه طبعا لابد منها، فهمتوا. وحطيت هكاك الزيتونات نتاعي هذوكم اللي كنت يعني مخللتهم يعني في بداية العام تاع الموسم. وهذا هو نودكم نشاهيكم هكا خفيفة نظيفة، هكا عملتها هكا بشكل يعني هكا مزين وكل شيء. وهذاك هو معناتها تحبوا تزيدوا حاجة أخرى بريكة، تحبوا تزيدوا ما نعش عليكم من حويجة أخرى، تقصوا في الصهرية طرف دلاع، من المنصوح راهو تقصوا الغلة والفواكه قبل ما تاكلوا الماكلة، على خاطر تتخمر في البدن وخاصة في الصيف. ماذا بيكم تعملوا حويجة هكا قبل الماكلة، الغلة اللي باش تاكلوها طريف خوخ ولا طريف بطيخ ولا طريف خاصة البطيخ ولا دليا قبل الأكل. حاولوا تعودوا نفسكم على العادة هذه، خاطر منصوح بها، وحتى الدكتورة يعني قالت لي ما عادش تاكل حاجات اللي هما بعد الأكل. وما تنسيوش عاد من اللايك والشير والسبسكرايب وكل لازم منه. ونلقاكم إن شاء الله في وصفة قادمة. باي باي.